السلام عليكم. انا ندى، في العمر ديالي 18 سنه، عايشه مع الاب والام ديالي. انا الوحيده اللي عندهم بنت، من بعد 3 ديال الخوت ذكور. ما عندي خواتات كيف قلت لكم، ولكن عندي واحد الابنه ديال الخاله ديالي اللي هي اكثر من الاخت ديالي، مقربه ليا بزاف. كنستاشر معاها في الكبيره قبل الصغيره، عزيزه عليا بزاف. المهم، واحد النهار كنا جالسين كتصل بيا خالتي كتقول لي ايمان راها تخطبات، ايمان اللي هي الابنه ديال الخاله ديالي. ما قداتني فرحه، هزيت التليفون وكنبارك وكنزغرد، قلت لها يا العفريته صافي بيتي تخليني وبيتي تزوجي، راكي سبقتيني. شكون هاد سعيد الحظ؟ قالت لي هذا احمد، ولد خالتي فلانه، واحد السيده من العائله، عندها غير هاد الولد سميتو احمد، ناس لاباس عليهم ميسورين وما شاء الله عليهم في قمه الاخلاق والتواضع. المهم، بنت خالتي ايمان ما قدتها فرحه، وجا داك النهار اللي غادي يجي احمد يشوفها ويخطبها. خرجنا تقدينا، ما خلينا ما شرينا من الحلويات واللبس وكلشي داكشي اللي بيخص ديك المناسبه. صراحه كانت فرحانه بزاف. قالت لي شوفي، الدور ديالك نتيا هو انك تصوري غير الحدث، تهزي التليفون وتصورينا. قلت لها صافي ماشي مشكل. فعلا داكشي اللي كندير. في ديك اللحظه فاش وصلوا، احمد جلس حداها، كان عينيه غير في الارض، حشمان ما قد يهزي عينيه. واحد اللحظه انايا جات عينيا في عينيه، لقيتو كيشوف فيا، حشمت وارتبكت. المهم، ما علينا، داز داك النهار بسلام. جات العشيه، ام احمد كتسالو، كتقول ليه كي جاتك العروسه؟ قال لها الصراحه هضرتها ما عجبتنيش وما عجبتنيش كلها، ولكن ما عندي ما ندير، حكم انك انتيا كتعرفي العائله وقلتي ناس مزيانين والله يعمر هضر، ما غاديش نخسر لك خاطرك. المهم، دازو ايام، ام احمد كتصل بيا، كوننا كيف قلت لكم راه كنعرفوه يعني من المقربين. كتصل بيا كتقول لي بنتي ندى الله يرضي عليك، بغيتك تجي تعاونيني، عندي نفاس بنتي، يعني بنتها ولدات وعندها السبوع، وبغات اللي يوقف جنبها. كون انا بنت الخاله ديالي اللي هي ايمان مخطوبه لولدها، فما يمكن ليهاش تجي، لان في التقاليد ديالنا البنت الا تخطبات ما تمشيش لدار الزوج حتى تزوج به. المهم، مشيت فعلا عاونتها وقمت بالواجب. قالت لي خدي هاد الصحن هذا ديه للحديقه الجرده، راه فيه شي دراري صغار يتغداو. فعلا داكشي اللي درت، مشيت للحديقه نحط لهم الاكل. كنلقى احمد مع الدراري كيشوف فيا كيتبهض، بقى غير واقف. المهم، انسحبت بهدوء، مشيت كملت خدمتي مع خالتي. سالينا ديك الليله رجعت في حالتي. تيجي في العشيه احمد كيهضر مع الام ديالو، كيقول ليها صراحه انا امي ديك البنت اللي خطبتي لي اللي ايمان راه ما عجبانيش، صراحه قلبي راه ما ارتاحش ليها وما بغاهاش، ولكن راني غندير لك خاطرك. قالت لي شوف وليدي، انت الوحيد اللي عندي، ما عندي منك 10، والزواج راه قسمه ونصيب. الا ما عجبتكش وليدي، اللي عجبتك قولها لي شهور وانا نخطبها لك. قال لها صراحه عجبتني واحد البنت كانت اليوم في الحديقه جابت الاكل للاطفال. قالت لي شكون هي هادي؟ قال ليها ما نعرف، المهم واحد البنت هاكي دايره وهاكي دايره. قالت لي عرفتها هذيك ندى، ولكن وليدي راه هذيك بنت خالتها، كي غادي نديرو وهما مقربات بحال الخواتات. قال ليها هذيك هي اللي عجبتني وهذيك هي اللي بغيت. قالت لي صبر واحد الفتره غادي نفسخوا الخطوبه ومن بعد نخطب لك اللي بغيتي. فعلا فسخوا الخطوبه على الابنه ديال الخاله ديالي ايمان، وكانت مفقسه مسكينه بزاف. وسيتها وقفت جنبها رغم انني انا ما فراسي والو صراحه. المهم، قلت لي هاد الشيء راه هي قسمه ونصيب، وربي غادي يخلف لك ويجيب لك الله ما احسن منه. فعلا تقبلت الامر وانتهى الوضع على هاد الحال. كدوز واحد الفتره، كيجي احمد كيخطبني من الوالديه، امي كتكون بطير بالفرحه، رغم انني رافضه، ولكن بيني وبينكم رافضه غير خارجيا، وما داخل قلبي راني كنت فرحانه بزاف. المهم، كتصل بيا الابنه ديال الخاله ديالي ايمان، كتقول لي ندى اش هاد الشي كنسمع، واش بصح احمد خطبك؟ قلت لها صراحه راه خطبني، ولكن راني ما قدرتش نقولها لك لانني انا حشمت منك وخفت لي يبقى فيك الحال. قالت لي هي الهبيله، علاش غادي يبقى فيا الحال؟ بالعكس راكي انتي اختي وكثر من اختي، والزواج راه قسم ونصيب، وانا ربي غادي يجيب ليا ما احسن منه، انت الله ييسر لك. وفرحات ليا، وما نكذب عليكم ارتاح قلبي ملي هي فرحات. دازو ايام،
بيجي الوقت اللي غادي يجي احمد يخطبني هو الام ديالو والاب ديالو. فعلا دازت الخطبه وكل شيء على ما يرام. قرب وقت العرس. ملي قرب واحد وقت العرس خرجت انا والابنه الخاله ديالي. طبعا كيف قلت لكم كنستشرها في الكبيره وفي الصغيره، هي كتوريني كل شيء، واخا انا الوحيده عند والديا والام ديالي ما قريباش ليا بزاف، يعني ما معلمه حتى شي حاجه، ماشي بالنسبه للشغال ديال الدار او دوك المسائل تبارك الله راني حادقه فيهم، وانما بالنسبه للحياه الزوجيه كيفاش تعاملي مع الزوج، اش تلبسي للزوج وشحال من حاجه ما كنتش كنعرف عليها حتى شي حاجه. كنت ديما كنلتجئ للابنه ديال الخاله ديالي كتعاود ليا وكتنصحني. المهم ملي اقترب الزفاف ديالي او الزواج ديالي خرجت مع بنت الخاله ديالي، تقدت لي كاع داكشي اللي خاصني وكلشي على ذوقها، ما بغاتنيش ناخذ شي حاجه على ذوقي، كلشي خداتو من اللباس وكلشي. المهم احمد كرا واحد القاعه ما شاء الله، هما اللي تكلفوا بالتفاصيل كلها ديال العرس، كون ابنهم الوحيد وبغاو يفرحوا به، داز داكشي غزال وما نقول لكمش كي طلعت. المهم ديك اللحظه اللي بينا نخرجوا حنا من القاعه ديال الافراح، بينا نتجهوا للسياره انا واحمد، كتجي الابنه الخاله ديالي كتقول لي شوفي غادي توصلي للاوتيل، غادي تدخلي لشي غرفه وغادي تزولي عليك حوايجك وتلبسي هاد البيجامه اللي وريتك الاولانيه، هاكي دايره وهاكي دايره، بيجامه طويله ومحترمه ومحتشمه. قلت لها صافي واخا. المهم انا كنسمع لكلامها، فعلا داكشي اللي درت. بقى الزوج ديالي غير كيشوف فيا وكيضحك، قال لي مالكي حشمانه. المهم انا ما كنجاوبش. صافي المهم من بعد بقيت انا على تواصل، ديما كنتواصل معاه، وعندك كتهضري بزاف وعندك كتبداي بدا يحركي غير راسك باش ما يقولش راكي مشحونه عليه وبين من الاول نهار الاول تيموت المشوهات. المهم انا تبعت كلامها، وفعلا تيبان لي الزوج ديالي بحال ما عجبوش الوضع، تيقول هو ماشي هذه اللي كنت في شحال هذه. ما علينا. جا واحد النهار بينا نخرجوا، قال لي بينا نخرجوا نسهروا على برا ونتقداو شي حاجه. المهم انا بغيت نستشير البنات ديال الخاله ديالي ونقول لها اش بغيت نشري وشحال من حاجه بغيت باش تقول لي. كنتصل بها ما كتجاوبنيش. فعلا كنخرجوا كنتعشاو على برا، كنتقداو حويجات، خدا لي حويجات، المهم داكشي غزال ما نقول لكم، وعجبني حتى انايا وارتحيت. قلت راه نتصرف على طبيعتي، دابا ها هو راه الزوج ديالي ما كاين باقي من علاش بغيت نحشم. المهم اختاريت لبست انا على ذوقي وعجبو الحال، لدرجه قال لي شوفي الا عجبك هذا المحل كله هو خذيه انا نخلصوا لي. المهم رجعنا ديك الليله، صافي تغيرت الوضع وتغيرت معاملتي، يعني وليت متلوقه وليت تنضحك وكل شيء. دازت واحد الفتره رجعنا في حالتنا من شهر العسل، كتجي الابنه ديال الخاله ديالي كتزورني في الدار، كي كتدخل على الباب كتشوفني كتنبهر. كيفاش؟ يعني انا وليت في حله جديده، لباس مختلف، تسريحه ديال الشعر، رائحه ديال العطر. قالت لي كيفاش اش هاد الحاله اش هاد التبهديله دايره في راسك؟ قلت لها ما فهمتش اشنو. قالت لي فينا هو اللباس اللي شريت لك اللي قلت لك تبداي تلبسيه؟ قلت لها راني جمعت كلشي داكشي بغيت نصدقو. قالت لي علاش بغيتي تصدقي؟ قلت لها ما الزوج ديالي ما عاجبوش. قالت لي زيدي قدامي، دخلي فينا هو ماريوك. حليت ليها الماريو ديالي وبدات تطرمي ليا في الحوايج، لقات داكشي اللي شريت كله وبدات تطرمي ليا فيه. توهقت قلت لها كيفاش علاش ترمي ليا حوايجي؟ قالت لك انا ما تلبسيش هادو، هي ما تلبسيش بحال هادشي، انا وريتك اش تلبسي، غتسمعي كلامي اللي كنقول لك. قلت لها لا ما غاديش نسمع كلام، كان غادي نسمع كلام الزوج ديالي. صافي حطيتي انسانه وهزيتي انسانه اخرى. قالت لي شوفي، قالت لي يا الخطفه ديال الرجال، انت خطفتي لي احمد وهو كان كيبغيني وانت سلبتي وانت درتي وانت فلتي وانا كنت كنبغي ما نقول لكمش، عرفتي راه صدماتني بداك الكلام ديالها. قلت لها خرجي عليا في حالك. فعلا طردتها من المنزل ديالي، ما بقيتش كنتلاقاها، واي مكان كانت هي كتكون متواجده فيه كان ما كنمشيش ليه انا نهائيا. يعني صدمتني، ما ظنيتهاش هكا صراحه، والله ما ظنيتها هكا، ما ظنيتهاش غتصرف هذا التصرف هذا، وانا كنت غاديه معاها بالنيه، كنت نعتبرها اختي وكثر من اختي، كنتشاور معاها في الكبيره وفي الصغيره. لهذا حاجه وحده اللي بغيت نقول لكم، وخذوا حذركم من القريب ألف مرة ومن البعيد مرة. المهم هذه هي القصة ديال اليوم اللي اختصرتها لكم للعبرة، نتمنى أنها تنال الإعجاب ديالكم وتنال الرضا ديالكم، وما تبخلوش عليا بتعليقاتكم ولايكاتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe